السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بالأعضاء الجدد ونقول لكم مرحبا بكم، وإن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب العالمين. اليوم أنا جيت وجبت لكم غراتان بطاطا، غراتان بزاف بنينة الهبال تاع الدنيا، بنتها غير وحدها، مقادير متواجدة في كل بيت، يعني بسيطة، ما فيهاش ديزانغريديون غراف ولا يعني يكلفوك، لا بطاطا برك نحتاجوها، نغسلوها، نقطعوها دي رونديل كيما راكم تشاهدوا، نسيو نديروها كاع قطع كيف وندير لها شويه نتاع الملح، ونكون درت الماء يغلي، نروح نجيب كسكاس، نحط هذيك البطاطا تفور، نحط كامل الكميه تاعي ونغلق عليها. الا بغيتي ديري شويه نتاع الحرور، ديري رشه خفيفه نتاع الحرور. انا الحرور نفضل نديرو مع الخلطه اللي جايه، دوك نقول لكم واش فيها. نغلق على البطاطا، نخليها تفور في غرنها كيما راكم تشاهدوا هكذا، تفوت عليها واحد 20 مينوت 25 مينوت، طفي النار ورواحي نخدموا الخلطه اللي هدرنا عليها. هنا بدي حطيت 3 حبات بيض، جبت المعدنوس، شويه نتاع الهريسه، شويه نتاع الحرور، وشويه نتاع الملح، وفرomاج غابي، وكان عندي جبنه طري كيما راكم الجبنه طري تقدري تستغني عليه، تقدري يعني تخدميها غير بالبيض وبالحليب، بزاف عليك وراكي تحصلتي على كغاتا بزاف بنينه. هنا نجيب هذاك البيض، نحط فيه ديك الملعقه الصغيره نتاع الهريسه، اللي ما يسيبورتوش الحار يستغناو على الهريسه ثاني. درت لها رشه نتاع المعدنوس كيما راكم تشاهدوا، نزيد عليها الحرور. هنايا الملح كنت ديجا ملحت شويه هذيك البطاطا، سما مانيش راح نكثر الملح كيما راكم تشاهدوا، غير رشه خفيفه برك كيما راكي تشوفي سيداتي. نحركوا هادو الخليط مع بعض، نحركوا كاملين هادو المكونات، بعد ما نخلطهم مليح مليح نزيد عليهم الكميه نتاع الحليب. كميه الحليب تبغي تكوني زعما دايرته من الفريجيدير هكاك بارد، تبغي تغليه وتستعمليه هو سخون، لكن الاختيار يعني ماهيش راح يعني راح تفصل في الوصفه، ولا راح تموديفيها لك، ولا راح تخسر لك المذاق تاعها. نورمال عادي بارد سخون عادي جدا، برك يسي الحليب ما يكونش سخون، يكون دافي على جنب ما يطيبناش البيض. ايوا نخلطوها مليح مليح. هنا الفرomاج هذا طري، تبغي تزيديه مع البيض وتخلطي، تبغي ديري طبقات. مثلا كي نفرش هذاك المول نطليه بكميه تاع الزبده، نطليه كامل، ويفضل انه المول يكون ما يلصقش. الا ما كانش عندك الزبده ادهني بشويه تاع الزيت، وجيبي فرشي البطاطا تاعك. تبغي ديري طبقه تاع بطاطا وطبقه تاع فرomاج وطبقه تاع بطاطا، تبغي تخلطي كاع البطاطا في ضربه وتزيدي عليها الخليط تاعك. هنا نبداو في المرحله تاعنا تاع الحليب، المرحله اللي زدت فيها الحليب كما راكم تشاهدوا. ما بغيت نقص لكم حتى مقطع باش ما تقولوليش درتي وعملتي منا ما بخلت عليكم حتى مقطع، كما راكم تشاهدوا الوصفه كامله، وان شاء الله تجربوها وراح تصدق لكم، وتخلوا لي رايكم في التعليقات. اني ندير مجهودات معاكم، اني نحط لكم الوصفات الاقتصاديه، اني سي لو ماكس تاعي، ما نطيب لكمش بالدجاج وباللحومات وتقولوا لي وصفه مكلفه. اما لا، نتوما ثاني ما تبخلونيش بتعليقاتكم، باشتراك، بزر الجرس، يعني وبالبارطاج نتاعكم. يعني نتوما خواتاتي وانا خيتكم، هذا ما يبخل على هذا يا اخي. ما يركي راح ديري والو كي ديري زر الجرس وديري بارطاج ولا ديري اشتراك ولا لا يا اختي دعوة خير تكفيني. المهم لا بغا ما ديريش اشتراك، ادعي لي دعوة خير برك، هذا مكان. هنا راني جبت المول، حطيت هذيك البطه فرشتها كومبلي، زدت عليها الخليط نتاع البيض وتاع المعدنوس ولي زيبيس وداك الفخوماج طري، سينفرشو كامل على الوجه. لهنا يفضل انه ديري كميه مليحه لاباس بها نتاع الحليب باش تبقى لك اون صوص، شويه تاع لاصوص ما مكاينه. انا هنايا في الدار ما بغاوش هذيك لاصوص الزايده، قالوا لي ديري لنا كغاتا ناشفه، وكاين بعض الافراد قالوا لي لا كوغي درتي فيها لاصوص، يعني لي كومونتير فيها ديريها ناشفه يهضروا، ديريها بلاصوص يهضروا، ما نقدرش نرضوهم كاملين. هنايا درت النص تاع المول حليب يعني شرب، والوجه الفوقاني درت له هكا الفرomاج، نزيد عليه الفرomاج غابي ثاني فرشو كامل على الوجه الفوقاني. يفضل انه ديري فرomاج لي يذوب لك بسرعه. انا هذا الكاليتي جابها لي خويا، يعني شويه شويه، ماهيش بون كاليتي، ماهيش ديك اللي تذوب بالخف. دوك تشوفوها بعد ما طيب. انا نكمل كامل الوجه نتاعي، نفرشو كامل بالفرomاج ونشعل الفور
كنتش سبق وشعلته بواحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، خليه مليح مليح، شعلت عليه غير من الفوق ايا، وندخل البلا تاعي للفرن يطيب ليه في واحد 10 دقائق ربع ساعه. غير تشوفيه صايي ذيك الحليب بدا ينشف، طفي عليه ايا وشعليه من الفوق باش هذاك الوجه الفوقاني يديلك اللون الذهبي كما راكم تشاهدوا. لهنا بدا ذاك الفخوماج شويه يذوب ليه، نطفي عليه ونحطو لكم وراح نشوفوه في صحن تقديم. شوفوا ما شاء الله بعد ما طاب جاي يسخف، يعني فيه فوائد، فيه فيتامينات، فيه بروتينات، يعني الحليب والبيض والفخوماج والبطاطا، يعني بلا صحي، فيه المعدنوس، ما فيش لي زيبيس بزاف، يعني صدقوني رايح هذا البلا يعجب العائله تاعك وطبق عائلي، يعني راح يكفي افراد العائله الا كنتوا ناس في الدار كما راكم تشاهدوا. نتمنى منكم تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم، ما تنساونيش كما وصيتكم بالدعم تاعكم. نتلاقاو في فيديو اقتصادي اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.